ريمو بربري، ام خالد وحمة، عمر ميجو وفرح رشدي واحمد حسن وزينب وغيرهم كتير من الكابلز اللي بينتشروا على السوشيال ميديا. لنهايتهم كلها بتبقى انهم ينفصلوا ويطلعوا يتكلموا على بعض. خلينا متفقين ان المشاعر ما ينفعش تتزيف، فلما تبقى حياتكم انت وشريكك على السوشيال ميديا ومصدر دخل ليكم، لازم دايما تبينوا قد ايه انتم مبسوطين وسعداء ومفيش منكم اتنين، وقد ايه بتحبوا بعض وبتخافوا على بعض وحياتكم بيرفكت وما فيهاش غلطه، مع ان اصلا ممكن في الحقيقه يكون في الوقت ده انتم مش طايقين بعض، وده وارد في كل العلاقات في اوقات معينه. لكن مع التمثيل الكتير وتزييف المشاعر قدام الكاميرا، طبيعي ان انت مش هتكون قادر انك تدي المشاعر دي لشريكك في الحقيقه. غير كمان ان الشهره بتغير ناس كتير، فممكن يبداوا يغيروا من بعض ويبداوا يعايروا بعض ان الناس بتحب ده اكتر وما بتحبش التاني. وطبعا ما ننساش الحسد. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. فبلاش تستقلوا من موضوع العين والحسد، لان ناس كتير قوي حياتهم اتدمرت بسبب كده. علشان كده انا مقرر ان لما اتجوز او ارتبط او اي حاجه ليها علاقه بحياتي الشخصيه مش هنشرها على السوشيال ميديا، ولو عملت حاجه غير دي فكروني ورجعوني عنها، علشان اكيد هكون غلطان وقتها. وبس كده، ربنا يستر على ايه وياسر عشان ما فضلناش غيرهم، ولايك واشتراك واستنوا الجديد علشان كله مفيد.